مساء الخير. خلونا في البداية كده نرحب بالأستاذ المهندس مايكل البدراوي، أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن وعضو لجان رصد الانتخابات الرئاسية. مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بشعب مصر العظيم. أهلا بحضرتك. لا صوت اليوم فوق صوت الانتخابات الرئاسية 2024. احنا بنتكلم على تحديات كتيرة وأزمات كتيرة، والدولة المصرية بتواجه أيضا عقبات كثيرة جدا جدا. أنا عايزة حضرتك النهاردة تكلمني على المشهد الانتخابي اللي احنا شايفينه في جميع اللجان الخارجية في مصر النهاردة. خلينا يعني نقول ان الواحد اثناء ما هو جاي في الطريق يعني في اقبال رهيب جدا من المواطنين على لجان الاقتراع. وده ان كان يعني يدينا ايحاء في بدايه اول يوم يعني على الوعي الكبير قوي للشعب المصري، وخصوصا المرأة المصرية طبعا. يعني يعني طبعا. تقريبا الكثافة بشكل كبير، وبرضه الشباب الصغار في السن يعني دي ممكن حاجة. نبص على انا اسفه اني بقطع حضرتك، ولكن ممكن نبص على اه المشاهد يعني يعني. لا طوابير جميله كلها، يعني سيدات مصر العظيمه اعتقد ودوا الاولاد المدارس فعلا، وقال لك نطلع نعمل يعني نخش على التصويت نمارس حقنا الانتخابي. والشباب كمان صدقني يا باشمهندس، يعني حتى في اعداد كبيره جدا الشباب في جميع المحافظات. كانت الصوره كانت جايباهم من شويه. الحقيقه يعني كم هائل، مشاهد مختلفه. هي ده التنوع بقى اللي احنا كنا بنعشم فيه، ان هو يبقى الوعي على مستوى كل المراحل السنيه والفئات كلها بمختلف تنوعها في مصر. ودي اللي احنا وصلنا لها. يعني احنا بقينا وصلنا بالشعب في الفترات السابقه ان الوعي عالي جدا. ما بقاش مثلا المرأة بتؤدي بس الدور بمجرد ان هو واجب هي حافظاه، لا ده هو في محبة. هي المرأة الحالية هي اللي أسست الشباب اللي طلعت حاليا بتدور تمارس دورها الانتخابي. إذا الثقافة اللي وصلت للشعب المصري إن ده هو حق وهو واجب عليك. فخلاص كل الناس بتدور تعمل واجبها. وفي برضه خلينا نتكلم في الفئة العمرية الصغيرة، ابتدى برضه يقول بقى ايه، لا انا لازم اشارك وادي دوري واظهر. فهتلاقوا الشباب الصغير جدا هو اللي كمان اكثر مشاركه في الفتره دي. يعني اعتقد هو ده اللي هيبقى اكثر ظهورا. والاقبال الكثيف ده حاجه يعني تطمئن المصريين دعم القياده السياسيه في الفتره المقبله. نعم. طيب، يعني خليني ارجع تاني للتحديات. هل شايف ان التحديات دي هي اللي ساعدت او يعني في زياده الوعي للمواطنين، وطبعا يعني تاثيرها على العمليه الانتخابيه؟ خلينا نتكلم ان احنا مرينا بمراحل من العصف والعصر الذهني في الدولة المصرية خلال الفترة من 2011 حتى الآن. والفترات دي كلها حصل فيها يعني اكتساب وبلورة الخبرات اللي موجودة في الشعب حاليا. ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي عندي تحدي اقتصادي، تحدي سياسي، تحدي تعليمي، كل المجالات تقريبا الدوله كانت بتقابل فيها تحديات كبيره جدا. وكان اوقعهم واكثرهم في فتره ما التحدي الامني. والامن هو تقريبا سبيل التنميه لكل الدول عموما وخصوصا الدوله المصريه. لما حصلنا عليه في وجود القياده السياسيه الحاليه، مع برضه بعد بقى التنميات والمحاور اللي احنا اشتغلنا فيها. يعني انا كمهندس، يعني اللي احنا عملناه خلال الفتره بتاعت ال10 سنوات اللي فاتت دي، لا ده انجاز مش بكل المقاييس. انا بفتخر ان انا مهندس مصري. كل المشروعات العملاقه اللي تمت دي تتم على مدار 50 60 سنه. افتكر يعني وحاجه يعني جاست للفكاهه شويه، انا كنت طالب في كليه الهندسه، رحت تدريب في كوبري، خلصت 5 سنين خلصت الكوبري. دلوقتي انا 3 شهور ل6 بنخلص الكوبري. الطرق والكباري، انا كنت في مشروع الصعيد القومي، احنا بنفرد الكيل لان طبعا وصلنا بمعدات حديثه جدا دي تم تطويرها. برضو كل دوت بالتوجيهات والتطوير اللي عملته القياده في الشركات القائمه على العمل ذات نفسها، في المهندسين القائمه على العمل، في العماله القائمه على العمل. نعم. بجانب الجهد المبذول يعني الواحد بيعدي مثلا من منطقه يبقى لسه الكوبري محطوط، يعني لسه بدايته. صحيح. ممكن نعدي شهر ايه ده، عملتوه امتى ده؟ يعني الواحد فعلا بيبقى ماشي متفاجئ. عايز اقول لحضرتك احنا عندنا تكنولوجيا بناء حاليه اسرع بكتير من دول تانية. منها مثلا ان عندنا الاعمده فرم جاهزه. مش عارف، كان زمان بقى بنقعد نعمل شدات خشب وحاجات بدائيه شويه. المكن بتاع فرد الطريق اللي هو الفينشرز والحاجات دي كلها، لا بقت حاجه بضبط اوتوماتيك عصر تقريبا، التكنولوجيا طبعا. فبفرد على طول.
اذا لا، انت في تحدي البنيه التحتيه والانشاءات والمشروعات احنا طلعنا فيه جاب كبير جدا. التكنولوجيا بقى الاجتماعيه والتواصل الصراحه كان السبب فيها جزء موضوع فيروس كورونا وما خلاف من اللي حصل من احداث. ابتدينا يحصل تواصل بقى عبر الزوم، والتعليم التكنولوجي اتطور بشكل كبير، وده برضو كان نتيجه ان في بنيه تحتيه احنا مؤسسينها بالقوه دي. اذا التحديات اللي واجهتنا ابتدينا نتغلب عليها. ما زلنا بنواجه تحديات وصعوبات موجود، لان انت عندك تحديات اقتصاديه العالم كله بيواجهها، طبعا ليها تاثير مرجعي على مصر. ما ننكرش برضو ان في بعض الازمات موجوده مفتعله، يعني في ازمات موجوده مفتعله، وطبعا في ادوار لجهات قياديه ورقابيه في البلد بتقوم بيها، زي هيئه الرقابه. ما حصل قضيه من كام يوم كده برضو في وزاره التموين، وهلم يعني مفيش حد فاسد مش هيتضرب على ايده بحديد، يعني خلاص الموضوع الايادي الفاسده ستقطع. وده برضو كان جزء من التحديات، ان في ناس ما يهمهاش الصالح العام وما زالت بتطلق شائعات وبتحارب البلد. اذا تحدياتك العامه هتفضل موجوده، لان في ناس مترصده بيكي ولن ترضى للدوله ان هي تقوم بالقوه يعني. انما احنا مش هنتنازل عن ان احنا نبقى من مصاف الدول العالم، وهنفضل نحارب قوى الشر دي كلها على اي مجال واي مدى هيعملوه.